ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ حلقه النهارده هي عن كيزا، ازاي تحول من افضل لاعب في يورو 2020 اللي اتلعب سنه 2021 وبعديها ب3 سنين بالظبط دلوقتي يوفنتوس عايز يمشيه، تياجو موتا مش مهتم بيه، سعره 30 مليون يورو ومفيش انديه كتيره قوي يعني بتجري عشان تروح تجيب، في اهتمام من انديه وهنتكلم عليها كمان شويه، بس بثمن 30 مليون يورو ده الانديه المفروض تكون بترمي نفسها عليه. فجينا نتكلم بقى عن اسباب، وبالذات هي 5 اسباب ممكن تخلي الموضوع ده منطقي نوعا ما، ودي حلقه خفيفه كده قلت اتكلم عن شويه في الدوري الايطالي. ناس كتير جدا منكم بيطلبوا مني تحت في الكومنتات يا عمر اتكلم على الدوري الايطالي، يا عمر اتكلم على الانديه في الدوري الايطالي. في ناس سالتني على مثلا كونتي مع نابولي، مواضيع كتيره جدا. الدوري ده مش مدين له حقه رغم ان هو في اخر سنتين ثلاثه بدا تاني يرجع للقمه. فما تنسوش ان ده اليوم ال27 في تحدي ال100 يوم، التحدي اللي بكل بساطه بننزل فيه كل يوم فيديو على القناه لغايه بعد نهايه المده نشوف وصلنا لكام مشترك على القناه. فلو لسه ما اشتركتش اشترك عشان الموضوع ده فعلا بيساعد وبيحمس الواحد ان هو يكمل في التحدي، وتعمل لايك وشير لان الحاجات دي برضو بتساعد جدا. وكمان تكتب لي تحت في الكومنتات افكار فيديوهات تحب تشوفها الفتره اللي جايه. يلا بينا يلا بينا. زي ما قلت لكم يا جماعه في اول الحلقه، الموضوع غريب جدا لان هو من 3 سنين بس فريدريكو كييزا كان اللاعب الابرز في بطوله اليورو، العالم كله كان بيبص عليه، انديه كتيره جدا كانت مهتمه بيه تشوفه ان هي تقدر تشتريه من يوفنتوس ولا لا، رغم ان هو كان لسه اعاره من فيورنتينا يعني، بس كان خلاص المفروض ان يوفنتوس ضمن ان هو هيبقى موجود معاهم، ويوفنتوس فعلا دفع فيه بتاع 45 مليون يورو، ومن 3 سنين كان عنده 23 سنه بس. فازاي اللاعب ده في خلال 3 سنين دلوقتي بقت الناس كلها مش مهتمه قوي بيه، يوفنتوس عايز يخلص منه، تياجو موتا المدرب الجديد ليوفنتوس مش عايزه في الفريق، فالموضوع غريب نوعا ما. فالنهارده عشان دايما بحب ان انا انظم لكم الحلقه ويبقى سردها بسيط عليكم وتبقوا مركزين معايا وما تتوهوش مني، في 5 اسباب انا شايفها من قرايتي للصحف، من قرايتي لجمهور يوفنتوس، من قرايتي للناس اللي بتابع الدوري الايطالي، في 5 اسباب انا شايف ان هي ممكن تكون ادت للنتيجه اللي احنا فيها دلوقتي. السبب الاول هي الاصابه الكبيره اللي تعرض لها كيزا في يناير 2022، اصابه كبيره جدا، رجع يعني بعد ما اتصاب في يناير رجع بعديها في نوفمبر، يعني بعديها ب 11 شهر. المشكله مش في الاصابه نفسها، ايام بتحصل ان اللعيبه بتتصاب اصابه كبيره وبتاخد وقت عقبال ما ترجع، لكن المشكله ان من ساعه ما الاصابه دي حصلت ورجع فعلا في نوفمبر الا ان هو ما بيكملش 5 ولا 6 ولا 7 ماتشات على بعض، اصاباته بقت متكرره جدا، حتى لو ما بيتصابش فتره طويله زي الاصابه الاولانيه دي، ولكن تجي له اصابه يغيب شهر، تجي له اصابه يغيب اسبوعين، تجي له اصابه يغيب اسبوع، وهكذا. وحتى لما بيرجع من الاصابه دي بياخد وقت عقبال ما يقدر ان هو يستعيد لياقته البدنيه ويدخل تاني في الفريق، فالانجري ريكورد بتاعه مش احسن حاجه، فصعب جدا انت كمدرب او كنادي تعتمد عليه بشكل اساسي. السبب الثاني ان ناس في يوفنتوس، في اداره يوفنتوس، مش حابين المشكله اللي حصلت ما بين كيزا واليجري، ورغم ان النادي مشى اليجري وجاب دلوقتي مدرب جديد وهو تياجو موتا، الا ان ما زالت ناس في اداره يوفنتوس شايفين ان كيزا صعب التعامل معاه، ان كيزا لاعب ممكن يخلق شويه مشاكل في الفريق. مش هقول لك يعني بتاع مشاكل قوي، مش عايز اكبر الموضوع قوي كده، بس يعني في ناس في اداره يوفنتوس مش حابه قوي تصرفات كيزا احيانا. المشكله اللي حصلت ما بين اللاعب واليجري كانت بكل بساطه ان اليجري شايف ان اللاعب بيتصاب كتير واللاعب مش ملتزم قوي في التدريبات، فده بيخليه انكونسيستنت، ان ماتش يديك 9 من 10، ماتش يديك 3 من 10، فروقات كبيره، مش مدربين كتير بيحبوا الموضوع ده. اما من ناحيه كيزا بقى فهو كان شايف ان اكبر مشكله هو بيواجهها مع اليجري فكره ان اليجري مصمم بلعبه 3-5-2 وان هو بيخلي كيزا يلعب وينج باك، وده مركز كيزا مش مرتاح فيه، وان هو عايز يلعب كوينج صريح. فده يعني باختصار كان لب المشكله، ولكن اداره يوفنتوس ما كانتش حابه الطريقه اللي كيزا اتعامل معاها مع المشكله، وشافت ان هو زودها شويه مع اليجري. السبب الثالث بقى هو رغم من السببين الاولانيين الا ان كيزا عقده بينتهي في 2025 مع يوفنتوس، ورغم ان اللعيب بيتصاب كتير وان بعض الناس في اداره يوفنتوس شايفين ان هو احيانا بيعمل مشاكل، الا ان يوفنتوس قرر ان هو برده لعيب كويس، لعيب كبير لسه عنده 26 سنه بس، تعال نحاول ونروح ونقنعه ان هو يجدد معانا. ولكن كانت المفاجاه ان لما راحوا لكيزا وشايفين ده كرم اخلاق من النادي ان هم يديله عقد جديد ويحاولوا ان هم يساعدوه ان هو يرجع تاني لمستواه، الا ان هم اتفاجئوا من طلبات كيزا الماديه مثلا في عقده الجديد، واداره يوفنتوس كده تحس ان هي قالت اللي هو باماره إيه انت عمال تتامر علينا كده، ده احنا كنا فاكرين ان اللاعب هيجدد على بياض زي ما عندنا بيقولوا كده. لكن بيقال ان كيزا شايف ان هو يستحق مرتب معين، وطبعا يوفنتوس مش هيقدر يدفع المرتب ده. السبب الرابع بقى ان تياجو موتا دلوقتي المدرب الجديد بتاع يوفنتوس، مدرب ايطاليا كلها شايفه ان هو هينجح مع يوفنتوس، واداره يوفنتوس نفسها مبسوطه جدا ان هي عرفت تقنعه ان هو يجي ويمسك البروجكت الجديد في النادي، وزي ما تقول كده هم نوعا ما مدين له حريه بشكل كبير جدا ان هو يشوف مين اللعيبه اللي محتاجها، يشوف مين اللعيبه اللي هيبيعها، مدين له نوعا ما فول كنترول. فاول بقى ما تياجو موتا جه وقال لك ان هو مش محتاج كيزا معاه في الفريق، اداره يوفنتوس زي ما تقول كده ما صدقت، اللي هو الحمد لله المدرب الجديد ده ما جاش وقال لك ان لازم يبقى كيزا معايا، لان احنا اصلا ما كناش عارفين هنجدد له ازاي وعقده هينتهي كمان سنه، فالحمد لله يا عم وتعالى نبيعه ونكسب فيه ال 30 مليون يورو اللي احنا عايزينه
فيه بحيث ان احنا نطور اماكن تانية يمكن تياجو موتا يكون عايز تطويرات فيها. السبب الخامس والاخير بقى هو سبب مبسوط منه يوفنتوس ومبسوط منه تياجو موتا، ان يلدز لاعب اليوفنتوس اللي ظهر بشكل كبير جدا السنه اللي فاتت مع الفريق، لاعب اصغر في السن بيلعب تقريبا في نفس مكان كيزا، وايطاليا كلها شايفين ان هو تالنت اكبر كمان. فهو انت مش بس هتبيع كيزا وهتقعد بقى تدور على بديل ليه، لا انت اصلا عندك بديل ليه. فتاني نرجع لنفس النقطه، لو بعته فعلا ب 20 30 مليون يورو وعندك لعيبه تانية في يوفنتوس عايز تبيعها برضه، وبعد كده صرفت الفلوس بقى اللي هتجيلك دي في لعيبه تانية تياجو موتا محتاجها في مراكز مختلفه، تقدر تبني سكواد اقوى وتاخد خطوات اكبر في المشروع اللي انت بتبنيه مع تياجو موتا. فرغم ان كيزا مازال لاعب كويس جدا وباعتراف الكل، الا ان انت ممكن تضحي بيه عشان تعمل فريق اجمل. الموضوع بيفكرني شويه كده لما مورينيو مع انتر ميلان باع زلاتان ابراهيموفيتش لبرشلونه وجاب مكانه بقى ايتو وطور بقيه الفريق، رغم ان ابراهيموفيتش ساعتها مع انتر ميلان ما كانش حد عايز يبيعه، ولكن لو جاي لي فيه مبلغ كويس وطور بقيه الفريق محدش هيقول لا. فدول الخمس اسباب اللي بكل بساطه بتخلي الناس شايفه ان الموضوع منطقي نوعا ما ليوفنتوس. من ناحيه كيزا بقى فطلباته الماديه عاليه شويه، فده اللي مش بيخلي انديه كتير مهتمه بيه، ولو ان للامانه من قرايتي على الانترنت واضح ان في كام نادي كده مهتم بضم كيزا، مش هيموت عليه ولكن مهتمين بيه. الانديه هم توتنهام، استون فيلا، تشيلسي وروما، وممكن يكون في انديه كتير تدخل الفتره اللي جايه، بس ده حتى الان اللي انا شايف ان هم اكتر انديه مهتمين بيه، باستثناء روما. اعتقد الثلاث فرق التانية اللي موجوده في انجلترا يقدروا نوعا ما يدفعوا الراتب اللي كيزا عايزه، ولكن الفرق دي هتبقى مقلقه من المشاكل التانية اللي ذكرتها لك في الحلقه، سواء الاصابات او مشاكله الكتير اللي بتحصل مع المدربين. قول لي بقى توقعاتك تحت في الكومنتات، هيروح فين كيزا السنه دي؟ مين النادي اللي ممكن يشتريه؟ وغير مين النادي اللي ممكن يشتريه، هل النادي ايا كان هو مين بقى هيقدر تاني يرجع كيزا للاعب اللي احنا شفناه من 3 سنين، ولا الموضوع خلاص صعب واصابات كيزا المتكرره هتخليها صعب جدا ان هو يرجع تاني مسيرته؟ عرفني تحت في الكومنتات. وما تنساش برضو طالما كده كده بتكتب لي كومنت تقول لي افكار فيديوهات جايه تحب تشوفها في تحدي الميتيو، وبالمره تعمل لايك وشير وسبسكرايب. يلا سلام.